يا مصر آن الأوان يشوفوكي ساعة الجد. أنا عارف إن الجهالة وإن الغباء لزوال. يا مصر قومي ودفعي عن مصير أجيال. الثورة طيار أمل فايض على مجراه، فرس أصيلة مليها بس غير خيال. طبعا ختمنا مع حضراتكم بالأمس حلقة الأمس باعترافات فؤاد، أحد عناصر الخلية أو الخلايا العنقودية اللي كونها الإخوان بالتحالف مع أنصار بيت المقدس وبتعليمات من محمود عزت في غزة وعن طريق حركة حماس، واللي كونوها في منطقة الدقهلية عشان يستهدفوا ضباط الشرطة ويستهدفوا جنود الشرطة ويستهدفوا مديريات الأمن. وبدأوا عملوا 5 عمليات أساسية قلناها لحضراتكم بالأمس، وهو عملية محل الذهب اللي سرقوا منه 3 كيلو ذهب، ثم عملية مكتب البريد اللي سرقوا منه 500 ألف جنيه مصري، ثم نفذوا بالعمليات دي حادثة الاعتداء على أحد الأكمنة ومقتل 3 جنود، ونفذوا حادث كمين آخر، ثم نفذوا حادث اللي هو قبل البروفا اللي كانت قبل مديرية أمن الدقهلية وهو قسم شرطة المنصورة، القنبلة التي وضعت أمام قسم شرطة المنصورة. في التوقيت اللي بدأوا نفذوا الحادثة الكبيرة مديرية أمن الدقهلية، كان الأمن المصري بدأ يفوق. كان التشتت اللي حاصل ما بين كرداسة زي ما قلت لحضراتكم والمنيا وأسوان والفيوم واسكندرية، ومظاهرات في الشارع واستهداف لأقسام شرطة واستهداف لوحدات ميدانية وكمائن وضرب في سيناء. بدأت اصطياد العناصر دي وبدأ الضرب في سيناء وبدأ التنسيق وبدأت الخطط واستعاد جهاز الأمن ثقته في نفسه وبدأ يشتغل، وبدأت تتساقط أوراق الخريف، بدأت تتساقط رؤوس الشياطين في الدقهلية باكتشاف أحد العناصر اللي متخصصة في صناعة العبوات الانفجارية، وهو يحيى المنجي سعد حسين ابن أحد قيادات الإخوان في الدقهلية. لما اكتشفوا أنه هو بتاع خريج علوم قسم كيمياء وراح اتدرب في سيناء ورجع، واكتشفوا ان احمد السجيني اللي مشترك معاه في نفس الخلية مسلح وعنده طبنجة وكان ضرب بيها بعد 30/6 في الشارع لتفريق بعض التظاهرات تعاطفا مع الإخوان، وأنه هذا الشاب بلطجي سابق لم يسبق له أنه انضم لجماعات دينية، ولكن قدروا الإخوان يسيطروا عليه في السنة اللي قعد فيها مرسي في السلطة، زي ما سيطروا على ناس كتير جدا شفناهم في قضية العقيد الشهيد محمد مبروك ضابط شرطة محمد عويس، وشفنا المهندس بتاع الاتصالات، شفنا المهندس بتاع تيداتا، وشفنا الغرابلي المحامي، وشفنا رجل الأعمال أحمد عزت، وشفنا حاجات كتير جدا غريبة جدا حدثت في العام الخراب، عام الدمار، عام احتلال الإخوان لمصر. هنشوف النهاردة أحد الاعترافات المهمة الخاصة بيحيى المنجي سعد حسين ابن المنجي سعد حسين، أحد الكوادر المهمة في المكتب الإداري للدقهلية. إزاي سيطر، إزاي شكلوا هذه الخلايا، هم بيدينوا بالولاء لمين، إزاي نفذوا هذا الحادث وصولا لحادث هذه الحوادث ال5 وصولا لحادث مديرية أمن الدقهلية اللي هنتحدث عنه بالتفصيل كيف جرى
المخطط اللي التنفيذي ليه ايه، عاملين جرافيك لازاي جرت العملية بالضبط، عاملين تقرير شامل عن الانتحاري وظروفه الاجتماعية، عاملين النهاردة حلقة مهمة أرجو ألا تفوتكم معنا الآن التقرير الاعترافات الكاملة ليحيى المنجي سعد حسين، ثم نواصل الكلام. اسمي يحيى المنجي سعد حسين، اسمي الحركي ناصر، فرد من أفراد تنظيم أنصار بيت المقدس. فرد من أفراد تنظيم بيت المقدس وساكن في بلقاس الدقهلية. مسؤولنا الحق المباشر هو مصعب اسمه الحقيقي أحمد السكين. حضرتك أنا انضميت للتنظيم ده بعد ثورة يناير، بعد أحداث محمد محمود تقريبا، ورحت اتدربت في سينا لمدة أسبوعين، وبعد كده جينا استقرينا في البلد. في ناس جت من سينا، منهم أبو عبد الله وأبو محمد، دول ناس في قادة التنظيم، قالوا هنكون مجموعة في المنصورة. المجموعة دي أفرادها اللي كانوا معانا واحد اسمه فؤاد اسمه الحركي حمزة، وواحد اسمه حسن اسمه الحركي سعيد، وأنا ناصر، وواحد اسمه عادل اسمه الحركي عماد، وحضرتك واحد اسمه ممدوح اسمه الحركي ياسر، وواحد اسمه محمد عادل حضرتك اسمه الحركي سمير، وواحد اسمه الحركي أكرم، واحد اسمه الحركي هاني، وواحد اسمه أحمد عبد الحليم اسمه الحركي عمر. حضرتك الناس دي عملت عمليات اللي أنا هسردها دي. العملية الأولى عملية مكتب بريد بالقاس، استووا منه على كانوا راصدين الفلوس اللي بتطلع من المكتب تتورط للبنك، فاستووا على 500,000 جنيه. اللي كان قايم بالعملية دي أبو محمد، ده من الأفراد اللي شغال في السعودية، وواحد اسمه فرج اسمه حرب فرج، وأحمد السجيني اللي هو مصعب، وكان معاه سواق أعتقد إن اسمه تقريبا اسمه فاروق، واللي كان بيرسل العملية حسن اللي هو سعيد. دي العملية الأولى. بعد كده حضرتك في مزرعة أجروها على طريق السبع، وعملوا بعدها عملية كمين الجرايدة. اللي قام بالعملية دي أحمد السجين اللي هو مصعب، وحسن كان السواق بتاع الموتوسيكل، عملوها بموتوسيكل واحد. بعد كده حضرتك عملوا عملية مديرية الأمن، استخدموا عقوبة جهزت في المزرعة بتاع طريق السبع. اللي جهز العقوبة دي حكوا لي إن هو اسمه الشيخ عمر. الشيخ عمر ده كان أحد المدربين اللي دربونا في ضابط مقاتل في سينا، واسمه حركي الجمعة، الاسم اللي أنا أعرفه. الشيخ عمر هو اللي كون العقوبة دي، هو اللي جمعها، وكانت التفجير بتاعها عن طريق تايمر. دايرة التايمر من الأفراد التنظيم في القاهرة كانوا صمموه حوالي 4 دوائر: دايرة DTMF، ودايرة تايمر، ودايرة تفجير عن طريق الضوء، أو العكس اللي هو ضم الظلام يعني. فهو التفجير بتاع مديرية الأمن الأولاني كان عن طريق دايرة التايمر دي، مديرية الأمن الأهلية. بعد كده حضرتك نفذنا عملية الكمين، وأنا كنت مشترك فيها، وكنت من الأفراد اللي ضربت كمين المنصورة. وكان الأفراد المشتركين 6 أفراد: أحمد عبد الحليم وأنا بدأنا في الرصد قبل العملية بنص ساعة. بعد كده مصعب كان معاه العربية اللي كان فيها السلاح، وكانت الموتوسيكلات ماشية قدامه، كانت الموتوسيكلات راكبها محمد عادل اللي هو سمير، واحد من الموتوسيكلات. الموتوسيكل التاني كان ياسر اللي هو ممدوح، وكان اللي هيركب ورا ياسر حسن، واللي كان اللي هيركب ورا محمد سمير أنا. وضربنا الكمين في 5 ثواني وانسحبنا بعد كده من طريق الوهود، رجعنا بالقاس. بعد كده حضرتك يعني العمليات اللي بعد كده كانت عملية بيئة اللي هي حصلت قريب يوم الجمعة تقريبا. العملية دي كان مشارك فيها حسن اللي هو سعيد، واحد السكين اللي هو مصعب، وعادل اللي هو عماد، وياسر اللي هو ممدوح،
دول الأفراد اللي هم اقتحموا المحل كان عادل دول هم سواق، والثلاث أفراد التانيين مصعب وسعيد وياسر هم اللي ثبتوا الناس اللي في المحل. كان باستخدام كلاشينات. سعيد كان ماسك كلاشين اللي هو AK 47، ومصعب كان ماسك كلاشين اللي هو AK 103، وياسر كان معاه ماسورة كسر بيها الباترينا حضرتك، خدوا 180 قريش. انا سمعت ان هم خدوا 180 قريش، انا ما شاركتش في العمليه دي وكنت رافضها اصلا. طبعا زي ما سمعتم اعترافات واضحه وصريحه، لا فيها لف ولا فيها دوران. هذا الرجل خريج كليه العلوم قسم كيمياء، خبير في تصنيع المتفجرات، اتدرب في سيناء على يد كتائب القسام عز الدين القسام، وعلى يد رجال من الذين دربتهم كتائب عز الدين القسام من أنصار ما يسمى ببيت المقدس، ما يسمى بأنصار بيت المقدس، على صناعة المتفجرات، ثم عاد وانضم لهذه الخلية. الأبو عبد الله فريح عين السجيني، أحمد السجيني، وهو زي ما قلت لحضراتكم بلطجي سابق لا علاقة له بقضية الإسلاميين، ولكنه تعاطف معهم واشتروه بالمال. عينوا مسؤول اتصال بقيادة أنصار بيت المقدس في سيناء. أحمد السجيني جند يحيى المنجي سعد حسين، جند فؤاد إبراهيم فهمي إبراهيم الديب طبيب، عبد المنعم بهاء الدين عبد السلام طبيب، أحمد محمد عبد الحليم بدوي طبيب أسنان، محمد سيد حامد الدخنيسي طبيب بمديرية الصحة بجنوب سيناء، هو أصلا من بالقاس الدقهلية لكن عينوه هناك عشان يتدرب ويمارس حياته هناك. محمد مصباح عبد المقصود طبيب تحاليل بالمعامل المركزية بالقاهرة ومن بالقاس برضه، زائد محمد المنجي سعد حسين وده مسؤول اتصال بالعناصر الخارجية للتنظيم، زائد بعض العناصر الأخرى، لدرجة أنهم سموا هذه المجموعات بخلايا الأطباء، وكان اختراقها في منتهى الصعوبة، لأن هذه الخلايا كانت تعتقد أنها بعيدة تماما عن عيون أجهزة الأمن، لكن كانوا مأجرين عن طريق رجل أعمال شقة قصاد المديرية مباشرة. تم مراقبة هذه الشقة وتم التوصل إلى فؤاد، وعشان يوصلوا لفؤاد كان لازم يتم الكشف عنده، وخدوا راجل ومراته راحوا كشفوا واكتشفوا ان ايده محروقه وانه على اثر اعداد عبوه ديناميت. سابوه ولم يعترضوه ولم يقبضوا عليه حتى عرفوا الخيوط الكامله اللي بتجمع بين فؤاد ويحيى المنجي واحمد السجيني وباقي الاطباء الخلايا اللي موجوده، وعرفوا دور كل واحد في هذه العمليات. كل ده طبعا بعد حادث مديريه امن الدقهليه، وبدا تقع هذه العناصر واحد تلو الاخر، وبدات الاعترافات تتوالى واحد تلو الاخر. اجهزه الامن بدات ترصد فكره انه عشان ينفذوا الحوادث الاولى وياخدوا ثقه في نفسهم ويتم الاعتماد عليهم ومخاطبتهم من قبل المكتب الإداري للإخوان ومن قبل الإخوان، راحوا عملوا زي ما قلت لحضراتكم عمليات سرقة لمحلات ذهب، ثم سرقة للمكتب البريد، ومتحصلاتها ادوها لتوفيق فريح قائد تنظيم كتائب بيت المقدس أنصار بيت المقدس. لكن بعدها بدأ التدفق الأموال عليهم. اداهم مصطفى العدوي أبو شلباية مبلغ 1,000,000 ريال، ثم هم كانوا 2 مليون ريال، اداهم 1,000,000 ريال، والمليون ريال التاني قرر انه يشغلهم لهم ويديهم، لانهم جايين على ذمتهم، يشغلهم لهم ويديهم الفوائد بتاعتهم. وتم القبض عليه واعترف، اسمه الحركي عادل. منذ هذه اللحظة بدأ يرصد أجهزة الأمن هناك
التغير اللي حاصل، ودي اللحظة اللي بدأوا فيها يعدوا العدة الكبرى للسيارة المفخخة وإعداد الانتحاري اللي هيقودها عشان يصيدوا الصيد السمين، وهو مديرية أمن الدقهلية. الفلوس دي لما جت بدأوا كان بيرصد أجهزة الأمن إنهم كل 5 ممكن ياخدوا شقة في مسألة الهروب. يعني اكتشفت أجهزة الأمن إن كل واحد دلوقتي بدأ يأجر شقة مستقلة في عمليات الهروب، وبدأ اصطياد عدد كبير جدا من الانتحاريين اللي وقعوا في ايد اجهزه الامن قبل تنفيذ العمليات، واعترفوا بتلقي اموال طائله وذويهم تلقوا اموال ايضا في محاوله لشراء هؤلاء الناس، وعمل عمليه غسيل دماغ ليهم، ثم عمليه تطويع نفسي عاليه المستوى، باعتبار انه انت كده كده ميت وكده كده موجود على الهامش وكده كده أسرتك مش عايشة، احنا هندعم الأسرة وهندعمك وهتعيش كويس، وأسرتك من بعدك اعتبر نفسك مسافر 10 ولا 20 سنة في السعودية في الكويت وبتبعت لأسرتك، أسرتك هتعيش كويس. هتشوفوا ده في التقرير اللي معمول عن الانتحاري بعد ذلك. بس تعالوا نشوف ازاي اتعملت مديرية أمن الدقهلية، كيف تم تفجير مديرية أمن الدقهلية، ونعود نواصل الحديث عن الاعترافات التي تعلن لأول مرة على شاشة تلفزيون مصرية وعربية. استيقظ المصريون فجر الثلاثاء 14/12/2013 على صوت انفجار ضخم يهز محافظة الدقهلية، راح ضحيته 16 قتيلا و136 مصاب. الانفجار استهدف مديرية أمن الدقهلية، وأسفر عن تحطيم الجانب الأيمن من المبنى وأضرار بعدد من المباني المقابلة. وتسبب أيضا الانفجار في تحطيم بعض سيارات الشرطة المتواجدة بجوار مبنى مديرية الأمن. وكان من بين الضحايا العميد سامح السعودي مدير الرقابة بالمديرية، والمقدم محمد حافظ مدير مكتب مدير الأمن، ومحمد رفعت مدير مكتب الإعلام بمحافظة الدقهلية، والمقدم سامح عبد الفتاح مدير إدارة العمليات، بالإضافة إلى اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية، والعميد سعيد عمارة مدير المباحث الجنائية. وفي ظهر نفس اليوم أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، والتي تعد الجناح العسكري لجماعة الإخوان، مسؤوليتها عن التفجير. وبعدها بأيام استطاعت قوات الأمن القبض على الخلية المسؤولة عن التفجير، والتي أطلق عليها خلية الأطباء لضمها عدد من الأطباء بين أعضاء الخلية. الانفجار تم تنفيذه من خلال السيارات المفخخة، حيث انفجرت سيارتين تحمل أطنان من المتفجرات بجوار مبنى مديرية الأمن أثناء وجود عدد من القيادات المديرية فيه. واعترفت المجموعة المنفذة للانفجار بانتمائهم لجماعة أنصار بيت المقدس، وقالوا إن شخصا يدعى أحمد سليم قام بتدريبهم في سيناء لمدة 2 أسبوع، وإنهم اشتركوا عند عودتهم في العديد من العمليات الإجرامية والإرهابية. وقامت خلية الأطباء الإرهابية بالسطو على مكتب بريد بالقاس وتفجير مديرية الدقهلية وإطلاق النيران على كمين المنصورة. الحادث لم يكن الأول من نوعه، ولكنه كان الأكبر والأخطر، فقد اتبع الإخوان تكتيك جديد في تنفيذ التفجير، حيث كانت تجوب مسيرتهم شوارع المنصورة قبل التفجير بقليل لإشغال رجال الأمن عما تدبره لهم الخلايا العسكرية. وسيظل حادث مديرية أمن الدقهلية وعشرات القتلى والمصابين شاهدا على إرهاب جماعة الإخوان وتخطيطها لحرق مصر. طبعا في الاعترافات الخاصة بيحيى الموجي في التحقيقات قال إنه مفيش حاجة اسمها كتائب الفرقان أو أنصار بيت المقدس، كلها تسميات لجماعتنا جماعة الإخوان المسلمين، وإنه أجناد مصر والذئاب المنفردة تمت بعد اختراق الفرقان وبيت
المقدس من قبل الإخوان في محاولة لتعدد المسميات عشان الحركة تبقى أوسع ويسمح لبعض كوادر الإخوان بالضحك على الناس بكلام عن المصالحة، باعتبار أن المصالحة ستوقف هذا السيل من الإرهاب ومن العمليات الإجرامية. شفتوا أنتم محمد البلتاجي في رابعة وهو بيتكلم على فكرة أنه في التوقيت اللي يتراجع ما أسماه بالانقلاب هنوقف العمليات التي تحدث في سيناء. بعد الفاصل هنعرض لكم ليس فقط باقي اعترافات المجموعة، ولكن كيف جرت عملية التفجير وفق اعترافات المتهمين. العربية والسيارة المفخخة أعدت فين، مين اللي كان فيها، وصلت لحد فين، واستلامها الانتحاري وصلوه لحد فين، وقالوا له ايه، واصطدم بالمديرية ازاي عبر جرافيك معمول خصيصا لهذه الحادثة وفقا للأقوال الحقيقية والاعترافات الحقيقية للمتهمين. تابعونا بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم تاني وبنشرح لحضراتكم ازاي تمت عملية مديرية أمن الدقهلية وازاي تم القبض على العناصر والخلايا اللي ضربت مديرية أمن الدقهلية وعملت 5 عمليات قبل كده، وإنه ده خفف من حدة الاحتقان في الدقهلية بالكامل. بتشوفوا حضراتكم ان الكيرف نازل 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 في الشقاوية، في الدقهلية، في المنيا، في غيره، عبر الضربات المتتالية لأجهزة الأمن التي استعادت والحمد لله عافيتها تماما. لقاء يحيى المنجي وأبو عبد الله اللي هو فريح توفيق فريح قائد ما يسمى بأنصار بيت المقدس وأحمد السجيني تم بناء على تكليف من المكتب الإداري للإخوان لتنفيذ عملية كبيرة في الدقهلية. قالوا أنها جاءت في أعقاب وفاة 4 سيدات. كان في مظاهرة لو فاكرين حضراتكم لما عرضنا لحضراتكم الفيديوهات، وهنعرضها يمكن بكرة تاني، الخاصة بتدريب بعض العناصر الإخوانية في غزة وجم عشان ينفذوا عمليات ضد عناصر اعتقدوا أنها أو كانوا مصرين أنها تعمل مع ما يسمى بالانقلاب ضدهم. هذه الاعترافات قالوا ان احنا بدأنا نرصد هؤلاء الناس بعد المظاهرة اللي مات فيها 4 سيدات. كان في احتكاك بين الجمهور الغاضب من مظاهرات الإخوان، بدأ الضرب من الناحيتين، حصل وفاة ل4 سيدات من الدهس والضرب وخلافه. انه بعدها اتقال من أنصار بيت المقدس في بيان رسمي في السطر الثالث لو ترجعوا له على الانترنت بتاع حادثة مديرية أمن الدقهلية، لأن ده كان انتقاما لل4 سيدات. لما ترجعوا للاعترافات بتاع الإخواني اللي اتدرب في غزة وجبنا لكم تدريباته قبل كده وهو في غزة بيتدرب بالسلاح وهو جاي من الأنفاق لو فاكرين حضراتكم، وهو داخل من سيناء وهو بيعترف أمام ضباط الأمن الوطني وفي النيابة العامة، كان بيقول انه ده كان ردا على ال4 سيدات، وكان ده بداية الربط ما بين انه التنسيق العالي ما بين جماعة الإخوان والمكتب الإداري بالدقهلية وما يسمى بأنصار بيت المقدس. اتفقوا على العملية وكلفوا المجموعة اللي تنفذها، وكانت الفلوس متوفرة زي ما قلت لحضراتكم من مصطفى العدوي من محمد أحمد العدوي أبو شلباية اللي ادى التنظيم 1,000,000 ريال و1,000,000 أخرى قال لهم إن أنا هشغلها عشان أديها لكم. هنشوف دلوقتي إزاي حصلت العملية، مراحل تجهيز العربية والسير بيها ووصولا إلى مديرية أمن القاهرة. نشوف الجرافيك الأولاني الخاص
المزرعة وتجهيز العربية داخل المزرعة. فريح قصدي، هو مكتوب غلط، هو توفيق فريح وأحمد السجيني جهزوا العربية في أحد المزارع المملوكة لفريح في الإسماعيلية بالمتفجرات، ومعاهم إمام مرعي اللي اختاروه لتنفيذ العملية، انتحار اللي اختاروه لتنفيذ العملية، ثم بدأوا يفتحوا باب المزرعة وفي طريقهم لتنفيذ العملية. نشوف جرافيك الطريق، هم في الطريق حصل ايه ونرجع نكمل. فريح يقود السيارة، بجانبه أحمد السجيني زي ما شفتوا، مرعي كان قاعد في الخلف، وصولا لمدخل الدقهلية، مدخل المنصورة. بينزل على مداخل المنصورة، بينزل فريح عشان يرد تاني إلى الإسماعيلية وإلى المزرعة بعد ما يطمن إنهم في أيدي آمنة على أعتاب مدينة المنصورة. بيقود السيارة أحمد السجيني وبيحط مرعي جنبيه، بيسيبوا مرعي إمام مرعي للمرحلة الأخيرة، يقود حسبة 500 متر، يعني بونسي يوصلوه للمكان اللي يدوب يدوس على البنزين من غير ارتباك. 500 متر مش هيلحق يفكر وهيلاقي نفسه بيصطدم بالجدار مباشرة. نشوف فيديو العملية نفسها، جرافيك العملية نفسها، مرعي وهو يقود السيارة مصطدما بنية الأمن، ونعود نواصل. طبعا لم يفكر مرعي في طفل كان بيعدي الشارع، في سيدة كانت بتتوسط شارع الجمهورية عندما تركه أحمد السجيني. كانت عمليات غسيل المخ، وكانت عمليات التربية العنيفة اللي من خلالها كان موجود في سينا تحت رحمة توفيق فريح، اللي دربوا تدريب عالي جدا، واللي عودوا على فكرة انه يعني رايح الجنة هيقابل الحور العين، انت حياتك كلها مدمرة، انت حياتك منتهية، عامل فقير عنده أطفال وعنده عيال، لا بيشتغل ولا بيتنيل على عينه، ولا في مصاريف في بيت، ولا في أكل، ولا في شرب، فجأة بياكلوا وبيشربوا وبيعيشوا كويس وبيجيب لهم لبس وبتاع، وهو يا سيدي كأنك رحت السعودية وضربتك عربية، كأنك رحت هنا. بالعكس، ده انت هتعمل حاجة قيل له ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى، لكن أبدا لم يكن القتل والتفجير وقتل الأبرياء والغدر ليس أبدا هذا لوجه الله. نشوف الجرافيك على بعضه ونشوف العملية كلها منذ بداية التجهيز لها في مزرعة
توفيق فريح حتى تسليمها لإمام مرعي للاصطدام بمديرية الأمن، والتي كشفتها التحقيقات والتي تعرض لأول مرة على قناة فضائية، ونرجع نتكلم تاني. الحادث الإرهابي العنيف اللي هز ضمير المصريين جميعا أعطى مؤشرات لأجهزة الأمن ومؤشرات للخبراء اللي بيتابعوا للعمليات الإرهابية. أولا إن مفيش مشكلة مادية عند التنظيم، لأنه الإعداد ليها كان جيد جدا، استخدام سيارة، كمية كبيرة جدا من المتفجرات، أعطيت كميات مالية كبيرة جدا للانتحاري اللي قام بعملية التفجير، تم تدريبه بشكل كبير جدا، وبالتالي ما فيش مشكلة في الأموال بشكل عام. توقفت في هذه الفترة ما بين آخر عملية وعملية المديرية السرقات تماما، لكن بدأت عملية اغتيال ضباط أمن الدولة أو الأمن الوطني، واتعملت عملية مديرية أمن القاهرة، مخابرات الحربية في أنشاص، مبنى الأمن المركزي بالسويس، محاولة مديرية أمن بورسعيد الفاشلة، مديرية أمن الدهلية اللي اتعمل. كل ده ادى انطباع انه الناس دي معاها فلوس كتير جدا، بدأ التمويل يجي، بدأ الإخوان يخشوا على الخط بقوة في قضية التمويل، بدأ القطريين يخشوا بقوة في قضية التمويل. اكتشفوا انه محمد حامد الدخميسي الطبيب بمديرية الصحة بجنوب سيناء كان في اعتصامات الإسلاميين في ميدان التحرير، وإن اللي جنده أحمد فؤاد عشوش الذراع الأيمن لأيمن الظواهري وداود خيرت أبو شنب، وإنهم خدوه في سيناء ودربوه عسكريا وبدنيا ونقلوه في ظل قيادة مرسي العياط للبلاد بواسطة إلى شمال سيناء لكي يعلموه صناعة المتفجرات. أيضا اكتشفت أجهزة الأمن قد إيه الفلوس بتقدر تشتري انتحاريين، لماذا الفلوس تستطيع أن تشتري الانتحاريين. نشوف هذا التقرير عن إمام مرعي الانتحاري الذي فجر مديرية أمن الدقهلية، ونطلع فاصل ونعود مرة أخرى لنتحدث. اغتسل ثم ارتدى ثيابه الأخيرة وودع رفقائه بأنشودة الجماعة التاريخية المفتنة: زفوا الشهيد وخلوا الزف على السنة، زفوا الشهيد لبيته التاني في الجنة. هكذا ظن إمام مرعي محفوظ أبو مريم أنه ذاهب إلى الحور العين بمجرد ضغطة من السبابة على در بجوار محرك السيارة لتلتهم قذائف اللهب أجساد الأبرياء. وفي شارع عرب الطويلة بالمطرية ولد لأب الرقيق الحال، فعانى من شظف الحياة، فلجأ لتجارة الملابس المستعملة وتعرض لخسائر فادحة.
تركها واستأجر سيارة أجرة وعمل عليها سائقا، إلا أن ذلك لم ينتشله من دائرة العوز وقلة الحال. ذات يوم ضاق به الحال فلجأ إلى مسجد آدم في عين شمس، فالتقى بعناصر من تنظيم الإخوان فجندته ووضعته تحت مظلتها الاجتماعية، وبات من أنشط أعضائها في المنطقة. كانت المطرية وعين شمس مرتعا لعناصر جماعتي الجهاد والجماعة الإسلامية، ففيها خططت الجماعتين لأحداث العنف التي وقعت في البلاد منذ اغتيال السادات وحتى أحداث العنف التي شهدتها البلاد في منتصف تسعينات القرن الماضي. بعد أن تزوج وأنجب أطفاله الأربعة، توجه إلى الفكر السلفي الدعوي وانضم للدعوة السلفية بالإسكندرية، وسرعان ما تحول إلى مجموعة القطبيين وشكل منها خلية في عين شمس. وسرعان ما اكتشف أمره وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وأفرج عنه قبيل ثورة 25 من يناير. اشتعلت الثورة فتوجه إلى خلف مسجد عمر مكرم، حيث المجموعات التكفيرية التي رفعت لواء القاعدة الأسود وكانت هاربة لتوها من سجون ترى وأبي زعبل. وعلى أرصفة الميدان وتحت خيام نصبها رفقائه قضى لياليه يستمع إلى محاضرات تحاول إثبات أن الدولة القائمة ليست إسلامية، وأن الدستور والأنظمة السياسية كفرية وشركية، وأنه لابد إعداد العدة لإعلان الحرب ضد الطواغيت. وفي ظل فراغ أمني كبير سافر إلى صحراء سيناء حيث معسكرات التدريب التي أعدتها التنظيمات التكفيرية. هناك على مرأى ومسمع الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات التنظيم. كان الرجل الذي دفع به إلى هناك هو نبيل المغربي، أحد قيادات تنظيم الجهاد الضالعين في قتل الرئيس الراحل السادات. قبيل ثورة يونيو ذهب للاعتصام في ميدان ربعة ضمن مجموعة تكفيرية اتخذت من مربع أمام طيبة مول. مكانا لاعتصامهم قادها ذراع محمد الظاهري اليمنى داوود خيرت. وعند ذهاب القوات لتنفيذ قرار الحكومة المصرية بفض الاعتصام، كان ضمن مجموعة كلفها تنظيم الإخوان وحلفائها للتصدي لقوات الأمن، فتعرض للإصابة بطلق ناري فهرب من هناك إلى سيناء مرة أخرى. ربطته قيادات أنصار بيت المقدس بعناصرها في المنصورة بكنا وشفرات، وجهزته نفسيا وماديا لتفجير نفسه خلف مبنى مديرية الأمن ليلقي نفسه في الآخرة. يسأله الأبرياء: بأي ذنب سفكت دماؤنا؟ ثم تقر أعينهم، هم في جنات الخلود. عدنا إليكم. هكذا يصنع الانتحاري: غياب الدولة، فوضى الأمنية، تسهيلات قدمها الإخوان للإرهابيين ليقيموا معسكراتهم على الحدود مع سيناء، فقر مدقع، ظروف اجتماعية صعبة تدفع إلى مثل هذه الأجواء، وفي ظل هذه الأجواء إلى تبني فكرة الانتحار للحاق بالحور العين وبالجنة ورعاية الأسرة بعد ذلك عندما يغيب العائل بتاعها. الحقيقة هذه العملية وهذا التفجير والاكتشافات الأمنية التي تمت بعده من خلال اعترافات سنعرض لها في الحلقات القادمة، اعترافات عادل البيلي واستكمال اعترافات منجي، ومين هم هذه الخلايا وكيف سقطت. هتشوفوا ازاي اتمولت، بتيجي منين الفلوس، هتشوفوا ازاي الاخوان على الخط دائما، لدرجة ان يعني احد الضباط المشهود لهم بالالتزام الديني الوسطي المحترم كان بيتكلم مع أحد القيادات الإخوانية بعد هذه العملية تحديدا، وبعد أن رأى بعينه كيف تورط الإخوان، فحلف له على المصحف أنه أعدم ولادي وهذا المصحف وأخش النار، أنه أنتم قتلة، أنتم قتلتم الأبرياء. وأنا سمعت ده من خلال
اعترافاتكم. غدا اعترافات جديدة للإخوان الإرهابيين، اعترافات كيف أقاموا خلاياهم الإرهابية لإيذاء المصريين في نفس الموعد غدا، وعلى القاهرة والناس فقط، وفي الصندوق الأسود اعترافات جديدة. ألقاكم على ألف خير ومحبة.